السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل لكم النهاردة احلى ايس كريم منعش جدا للصيف. بطعم الشوكولاتة، جميل جدا وخفيف وموفر. معانا في المقادير هنا 2 باكت كريم شانتيه. ماشي يا حبايبي، اللي هو اللي بيتباع خارجي ده. معانا شوكولاتة اللي هي سما، اللي هي السادة العادية دي. معانا كوباية، نص كوباية سكر. ماشي، ودي تبع الرغبة. ومعانا كوباية مية متلجة، ومعانا كوباية حليب. عاوزين تعملوه كله بالمية المتلجة الكريم شانتيه، مفيش مشاكل. يبقى كوبايتين مية ساقعة او كوباية حليب وكوباية مية ساقعة وكوبايتين حليب. يعني المهم كوبايتين، يا ساقعة يا مية ساقعة يا لبن، حاجة من الاتنين. ماشي. ومعانا طبعا 2 باكت فانيليا. ومعانا شوكولاتة شيبس للتزيين. سهل جدا ومفيهوش اي مشاكل. دلوقتي هننزل بالاتنين باكت كريم شانتيه معانا كده. طبعا ده بيبقى محلى، بس السكر بتاعه بيبقى هادي شويه. هننزل بهم في طبق كده او بولة غويطة. ولازم يكون اللبن متلج يا جماعة، او المية الساقعة متلجة، يا ده يا ده. ماشي. هننزل بالاتنين باكت فانيليا. طبعا الفانيليا بتديها طعم وتديله حلاوة كده وريحة جميلة. هننزل بكوباية الحليب، طبعا دي ساقعة جدا. وكوباية برضو مية ساقعة برضو. هو كل كيس كوباية مية. ماشي. احنا نزلنا بنص كوباية. كنا برضو ايه نشوف كده، ولو احتاجناها نزودها. وادي نص كوباية السكر. طبعا السكر ده اختياري، اللي عاوز يزود عاوز، مش عاوز خلاص ايه على سكر الكريم شانتيه اللي موجود فيه، لان ده كريم شانتيه محلى. ماشي. هنضربه كده لحد ما يعمل معانا فوم، بيبقى ما شاء الله يعني. يدينا بقى الكثافة اللي احنا عاوزينها. عقبال ما كنا خلصناه قلنا هننزل بالشوكولاتاية دي، هنسيحها على حمام بخار. طبعا كنا حاطين حلة مية على النار، وده طبق استانلس. ده أأمن طبق ان احنا نقدر نسيح فيه الشوكولاتة، او لو في مايكرويف بندخله جواها تسيح وتطلع تاني. بس طبعا كنا ايه بنعمل في الكريم شانتيه. ماشي، عشان لو سبناه وسيحناه وركناه بتجمد. ماشي يا حبايبي. هنحطها على حمام البخار لحد على ميه بتغلي لحد ما تسيح خالص. دلوقتي هننزل بمعلقتين او 3 كاكاو خام. ماشي، زي ما حضراتكم شايفين كده. وكنا سيحنا الشوكولاتة على الحمام بخار زي ما حضراتكم شايفين. طبعا لازم في ساعتها على طول عشان ما تجمدش. وكنا خلصنا الكريم شانتيه زي ما حضراتكم شايفين كده. نزلنا بالكاكاو بالشوكولاتة على الكريم شانتيه اللي احنا عملناه بالمضرب، وكثفناه زي ما حضراتكم شايفين. بس وبعد كده هنضرب كل المكونات دي مع بعضها. انا كان عندي 3 معالق كاكاو من اللي هو الكاكاو الخام ده. لو في اللي هو الاسباني الخام بيبقى افضل، مفيش خلاص المتواجد عندكم. بس الشوكولاتة طبعا دي بتديله طعم وحلاوة، وبتدي مذاق حلو جدا للايس كريم. هنضرب فيهم بقى كده مع بعض لحد ما يختلطوا ويمتزجوا كلهم مع بعض. وهيبقى كده خلص معانا الكريم الايس كريم. هنعبيه بقى في علبة زي ما حضراتكم شايفين كده. ما شاء الله سمكه جميل جدا. ما خدش معانا وقت ولا كلفنا اي حاجة. والطعم ولا اروع بجد. طعم ولا اروع. معانا الشوكليت شيبس ده هنزين بيه على الوش كده. موجود مش موجود هنستكفي بالايس كريم كده وخلاص. ويا رب لو الفيديو بتاع الايس كريم ده فاتكم وعجبكم تدعموني بالاشتراك وشير ولايك للقناة حبايبي، فضلا وليس امرا. وشكرا جزيلا على كل التعليقات الجميلة اللي بتقولها لي. وربنا يديم ما بيننا الحب والتواصل يا رب. كده احنا خلصناه اهو. هنزين بقى بالشوكليت شيبس. لو في مفيش خلاص ما ملوش اي لازمة. انا كان عندي حبة في التلاجة حبيت احطهم ازين الوش بيهم كده. وكده هندخله في الديب فريزر لحد ما يجمد.
وهتشوفوه دلوقتي بعد ما سيبناه طبعا لتاني يوم لحد ما جمد اخر النهار كده. وبعد كده ايه اهو طلعناه وقلنا نوريهولكوا بقى ونعبيه قصادكم في الكاسات. ما شاء الله شايفين الجمال. ومطه بقى مش قادره اقول لكم على الجمال. المطه فيه جميله جميله ورهيبه. ومعانا جنبنا كده طبق ميه عشان خاطر ما يلزقش في في مساكة الايس كريم دي. ما شاء الله اللهم بارك، كان تحفة تحفة تحفة. ما شاء الله عمل لنا كمية حلوة زي ما حضراتكم شايفين كده. كده خلصناه بالجمال ده بألف هنا وشفا، واتمنى تجربوه وان شاء الله يعجبكم. ايس كريم بالشوكولاتة تحفة ورائع جدا. وتدعموني باشتراك وشير للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.